يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناه ريم الصحراء بيوتي. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وصحه وعافيه وانتم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم كما عودتكم جبت لكم وصفه جد ممتازه بعشبه واحده، والثمن تاعها رخيص جدا، حتى لو كان ما يكونش عندك لازم تشري هاد العشبه. عشبة جد مهمة لمعالجة الشعر من التساقط، إنبات الشعر، القضاء على الحكة والقشرة، وإعطاء طول وكثافة، وتقوية جذور الشعر وبصيلات الشعر، وإعادة إنباته. البنات قد ما نهضر لكم على هذه الوصفة ما نقدش نوفي حقها، لأنها جد مهمة وقوية جدا سواء للشعر وسواء للجسم. نعم البنات، انه السدر بزاف سمعتوا على السدر راهو عنده بزاف من الفوائد. اذا ما كنتيش جربتيه لازم من وراء هذا الفيديو تنوضي وتجربيه، لانه ضروري وسهل وبسيط وما فيش تكاليف بزاف. فقط تشري السدر من عند العطار سواء كان مطحون او ورق. ضروري تشريه مطحون اذا ما كانتش عندك طحانة كهربائية في المنزل. تشري قدر 100 دينار جزائري او اللي كان عندك، وتجيبيه معك، وتجيبي قارورة من الماء. هذيك القارورة نتاع الماء ديري نصفها ماء، وديري ملعقة واحدة ولا ديروا 3 ملاعق. البنات بغيتو ديروا ملعقة واحدة في نصف القارورة الصغيرة، و3 ملاعق في لتر من الماء. وتخضي القرعه نتاعك مليح مليح حتى دير الرغوه. ديك الرغوه سبحان الله يديرها السدر رغوه من عند الله سبحانه وتعالى. يدير رغوه. ديك الرغوه هي عباره عن شامبو او شامبوان للشعر. تقدي ديريه للشعر، وتقدي البنات ترقوه وديروه للجسم. هنا كي بعد الاستحمام الاخير ديريه للشعر ثروه الشعر، ومن بعد كي تكملي من الحمام تقومي بدهن الشعر جيدا، لان البنات السدر ينشف الشعر شويه. تدهنوه بالبلسم، تغسلوا بالبلسم، بعد كي تخرجوا من الحمام كذلك تدهنوه بكريم زيتي. ان شاء الله البنات تجربوا هذه الوصفه لانها رائعه جدا، وان شاء الله اذا عجبكم الفيديو ولقيت عليه تفاعل راح نحط لكم بزاف من هذا فيديوهات السدر، لانه ندخلها في ماسكات الشعر. ان شاء الله نجيب لكم ماسكات الشعر اللي تجي مع الحنه والسدر واعشاب اخرى، والوجه تاني ماسكات للوجه بصح تكون مرطبه. السدر حنزيدوا معاه وصفات اخرى باش يكون جاهز باش نطبقوه على البشره نتاعنا، وهكذا.